طلعت حرب. تفكيره سبق عصره، فأسس اقتصاد الدولة المصرية قبل أن تفهم دول عدة معنى كلمة اقتصاد. عرف المصريون له قدره فخلدوا ذكره بنشر تماثيله في عديد من ميادينهم. الاقتصادي طلعت حرب. ولد طلعت حرب في 25 من نوفمبر عام 1867 في حي الجمالية بالقاهرة. تعود أصول عائلته لإحدى قرى الشرقية. التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية وحصل على شهادة الحقوق. كان مولعاً بدراسة الاقتصاد وأتقن اللغة الفرنسية. بدأ حياته مترجماً بالقسم القضائي بالدائرة السنية، وتدرج في السلك الوظيفي حتى أصبح مديراً لقلم القضايا. وفي عام 1905 حصل على لقب البكوية. لكنه سلك طريقاً مختلفاً لتحقيق هذا الهدف، طريق تمصير الاقتصاد. فتصدى عام 1910 لشركة القنال التابعة لفرنسا التي طلبت من مصر مد امتياز شركة قناة السويس لمدة 40 سنة جديدة. فألف ونشر كتاباً عن قناة السويس يوضح كيف خسرت مصر أسهمها وأرباحها بسبب الامتيازات التي منحتها لهذه الشركة. وكان هذا سبباً لأن تكلفه الجمعية العمومية أو البرلمان بكتابة تقرير أوضح فيه خسائر البلاد حال تمديد الامتياز. وبالفعل رفضت الجمعية العمومية هذا التمديد. عمل طلعت حرب على إنشاء بنك وطني، ونجح بالفعل في إقناع 126 مصرياً، فاكتتبوا في إنشاء البنك برأس مال 80,000 جنيه. وفي 10 من مايو عام 1920 افتتح البنك رسمياً. وبعد عامين بدأ تأسيس شركات مستقلة لدعم الاقتصاد. بدأت بمطبعة، ثم بشركات للنقل البري والنهري والغزل والنسيج والتمثيل والسينما وأعمال الإسمنت والصباغة والمناجم والمحاجر والمستحضرات الطبية والألبان والكيماويات والسياحة والتأمين ومصايد الأسماك والبترول، وشركة بيع المصنوعات المصرية، وتوجها بمصر للطيران. على نهج تحرير الاقتصاد من التبعية للمستعمر بقي طلعت حرب حتى حلول كلمة النهاية في 13 من أغسطس عام 1941، حين رحل تاركاً مكانة ليس لغيره أن يبلغها. هو أبو الاقتصاد المصري.